الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على ضربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جراح الأمة وآلام الأمة، وكيف نعود بأمتنا مرة أخرى إلى المكانة التي وضعها ربها سبحانه وتعالى فيها شرعا، وأرادها منا سبحانه وتعالى شرعا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان المسلمين على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت إلهنا، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت إلهنا، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت إلهنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بنا غضبك وألا يحل علينا سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن الموضوع الذي نريد أن نتكلم عنه في هذه الحلقة إننا سنتناول فيه لماذا تركستان؟ نعم، لماذا تركستان؟ تركستان امتداد للأمة الإسلامية في آسيا الوسطى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا عن مسلم في مصر ولا موريتانيا ولا في الصين ولا في السعودية ولا في إفريقيا ولا في دول أوروبا، إنما قال الله عن الأمة كلها: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية: وأنا ربكم فاتقون. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. نتكلم عن تركستان لأن هناك أخواتنا، إخواننا، شيوخنا، أولادنا، بناتنا، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمنين أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا عن لماذا تركستان. ما معنى تركستان؟ كلمة تركستان كلمة مركبة، ترك وستان. كلمة ستان معناها أرض أو محل أو بلد، فإن هذه الأرض يسكنها الأتراك، فهي محل الترك أو بلد الترك أو أرض الترك. هذا معنى كلمة تركستان. الذي أين تقع وكم مساحته؟ وأما عن أين تقع وكم مساحتها فتعالوا بنا لنرى أين تقع تركستان. تركستان الشرقية ها هي بهذه المساحة التي ترونها على خريطة صغيرة،
تركستان امتداد للأمة الإسلامية في آسيا الوسطى، يحدها من الشمال روسيا ومنغوليا، وأما من الشرق الصين، وأما من الجنوب فعندك باكستان وعندك كشمير وعندك التبت، وأما في الجزء الغربي فعندك تركستان الغربية التي انقسمت إلى قازقستان وأوزبكستان وأخواتها الخمس حينما دخلها الروس ووزعوها إلى جمهوريات. هل تعلمون أيها المشاهدون الكرام أن تركستان هذه مساحتها من مساحة الصين تساوي 5 مساحة الصين؟ 1,828,417 كيلو متر مربع. أكبر دولة في دول أوروبا فرنسا. تركستان تعدل من مساحة فرنسا 3 أضعاف لفرنسا. مساحة تركستان تبلغ 17 مرة أو ضعفا للمجر. تركستان هذه كما ذكرت لكم مساحتها واسعة، فهذا عن موقعها وعن مساحتها. متى دخلها الإسلام ومتى تحولت إلى مسلمة؟ نعم، متى دخلها الإسلام؟ اختلف المؤرخون في مسألة دخول الإسلام إلى تركستان، فمنهم من يقول إن الإسلام قد دخلها في عصر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على يد الصحابي الجليل الحكم ابن عمرو الغفاري. وأغلب المؤرخين كصاحب المنتظم والكامل والبداية والنهاية وغيرهم يقولون إنما دخلها الإسلام على يد البطل قتيبة بن مسلم الباهلي في سنة 69 من الهجرة. دخل الإسلام على يد قتيبة، دخل الإسلام على يد قتيبة ابن مسلم. إذن عندنا أيها المسلمون قولان. القول الأول أن عثمان بن عفان فتحت تركستان على عصره على يد الحكم ابن عمرو الغفاري، والقول الثاني الذي عليه أغلب المؤخرين أو المؤرخين هو أن تركستان فتحت على زمن بعد عبد الملك في خلافة الوليد بن عبد الملك في سنة 69 من الهجرة. ودخلها الإسلام ودفع القوم الجزية وخضعوا تحت حكم الإسلام إلى أن وصلنا إلى سنة 233 تقريبا من الهجرة، حينما أسلم أحد السلاطين الذي يسميه البعض ستوك أو ستوف برغخان. هذا الرجل لما أسلم في هذه السنة أسلم معه في نفس السنة ما يقرب من 200 خيمة، يعني ما يقارب 1,000,000 نسمة، رجال الدولة وأبناؤها. وتحولت تركستان إلى دولة إسلامية من سنة 233 هجريا. احنا في 1430. ظلت 10 قرون ما يقرب من 1000 سنة، 10 قرون على الإسلام كدولة مستقلة قبل أن يحدث الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه. هذا عن أمر تركستان. أما عن عدد سكانها، فإحصائية سنة 1990 بتقول لك ده هم 9 مليون بس، والإحصائية الرسمية يقول لك 15 مليون، وإحصائيات لجهات مستقلة قالوا العدد وصل إلى 25 مليون، ومنهم من قال إلى 30 مليون، ومنهم من وصل إلى 35 مليون. لو قلنا 25 مليون، المسلمون في الصين كلها 100 مليون، من عدد تعداد الصين 1,300 مليون، 1,300 مليون. هذا عن عدد سكانها. هذه البلد تركستان
لو علمتم عن ثروات